يا مساء الخير، يا مساء العافية عليكم. الله يسعد كل أوقاتكم بالخير وبالعافية. اليوم اجيتكم بطبخ البانية العراقية. هسه هنا راح نخلي اللحم ونخلي مي، كمية مي حتى يستوي. وبين ما يستوي اللحم يا عيني هنا عندنا طماطة. لازم تنعصر الطماطة بالإيد مو بالخلاط حتى تكون المرقة عندكم صافية. لا تعصروها بالخلاط، نصيحة. هنا أنا بعد أن استوى اللحم خليت شوية زيت وقلبته، اللحم يعني حمسته. وهنا أنا خليت كم سن من الثوم حسب الرغبة، الثوم أنتوا تخلون هواية شوية شي راجع لكم هذا. بعد أن حمست اللحم والثوم يا حبايبي، هنا أنا خليت البانية اللي أنا مجمدتها بالمجمدة هذه عندي. قلبتها شوية ويا اللحم والثوم، ومن بعدها خليت خاشوقتين أو شوية أكثر من المعجون وقلبتهم. طبعا حبايبي طبخ البانية العراقية هذا أنا أحسه تراث، يعني ما لا تغيرون بيها ولا تقولوا لي مو هاي الطريقة الأصلية. وهسه تشوفون النتيجة. هنا قلبنا شوية البانية ويا المعجون، لا تقلبوها زايد حتى ما تنمرد عندكم. بعدين خليت الطماطة اللي أنا عصرتها قلت لكم بإيدي مو بخلاط، وشوية هنا أنا زودت من المية حبايب. وبعدين خليت شوية من الملح وانتظرتها تقريبا حدود الساعة تتهدر. أول مرة النار عالية بعدين ناصية حتى تاخذ راحتها وتكون بهالشكل وهالقوام هذا. شوف شلون صار شكلها النهائي. هاي البانية وهذا طبخنا البانية وتراثنا وأكلنا العراقي هذا الأصلي. وطبعا إن شاء الله الكل طباخين إن شاء الله مبدعين، بس هذا كان طبخ البانية هو الصحيح. وهذا طبعا التمن البزل، أنا أسوي التمن الأبيض بزل دائما. وهذه كانت نهاية شكلها، شوفوا شلون تلمع وحلوة. ويا رب عجبتكم الفيديو. لايك واشتراك، وأترككم في أمان الله. وياكم شيف أم فضة، تحياتي لكم وانتظروني بالفيديوهات القادمة.